السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم لينا. وصفتنا نهار اليوم كغاتا بدون لحوم. هاد الكغاتا تاع زمان تجي بنينة بزاف. وش عندنا بالنسبة للمقادير؟ عندي الخضار كما قلت. هذا الطبق راهو بدون لحوم، بالخضر فقط، حبة زرودية وحفنة تاع جلبانة وانتي حضرتي أحلى طبق. كما قلت عندي هنا حبة جزر راح نقطعها مربعات بهذا الشكل وبدون قلي أيضا. راح نحط الزرودية هذيك، بعدها نزيد نحط في فوقها يعني كمية تاع الجلبانة حسب عدد الأفراد الأسرة. يعني أنا حضرت طبق صغير. رايحة نفورهم. بعدها عندي حبة بطاطا كبيرة قطعتها أيضا مكعبات ورايحة نحطها من الفوق، لأنه البطاطا ما تديش وقت بزاف في الطياب. عليها حطيت الزرودية بعدها الجلبانة وفي الأخير حطيت البطاطا. كما قلت راح نحط لها الملح، كمية تاع الملح ملعقة صغيرة، والزعترة هكذا باش تبدلي نكهة لهاد الخضر. نغطي عليها ونحطها تفور. بعدها نجي نحضر لاباراي هذه اللي نحط فيها الخضرة. عندي زوج حبات بيض، راح نكهها بقليل من الفلفل الأسود. عندي كمية تاع جبن طري وعلبة تاع لا كريم فريش، وتقدري تعوضيها بعلبة ياغورت طبيعي. نخلط لاباراي تاعي وشوفوا كيما راكم تشوفوا فيها راهي نوعا ما ثقيلة. راح نزيد لها نصف كاس حليب. هاوليك نصف كاس الحليب رايحة نضيفه، يكون بارد طبعا هكذا باش ما يطيبلناش البيض. بعد ما طابت لي الخضرة هذيك خليتها يعني دفات لي شوية، ما نحطهاش سخونة مباشرة. نخلطها في لاباراي هذيك اللي كنت حضرتها ونحطها في البلا يدخل الفوق. يعني كما راكم تشوفوا ما كاش اسهل من هذا الطبق، سهل لذيذ وبزاف بنان. نحطها في كوشة على درجة 180 درجة، راح يوجد لك في ربع ساعة بمجرد ما ينشف فقط. نزيدو نخلوها تحمرنا من الفوق ونحوها ويكون طبق تاعنا جاهز. قبل هذا عفوا كنت حطيت لها كمية تاع جبن مبشور، أي نوع جبن كان عندك تضيفيه من الفوق، وراهي جاهزة باش ندخلوها. هاي ليك بعد ما طابت لي ونشفت. يعني نتوما تقدروا تحكموا فيها إذا حبيتوها يعني تكون شوية مشمخة ماهيش ناشفة تنحوها، سينو خلوها تزيد تنشف في الكوشة. أنا في الحقيقة نحبها هكذا ناشفة. هاي ليك شوفوا جات بزاف بنينة. هاي ليك ناشفة الداخل، وإذا حبيتوها كما قلت تجي مفرمجة وتجي خفيفة. خلوها يعني بمجرد ما تشوفوها بدات تحمر نحوها. وكان الطبق معنا اليوم سهل سريع اقتصادي كما راكم تشوفوا بدون لحوم. يوجد له أيضا بدون قلي. نتمنى الفيديو والوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، ونقولكم إلى اللقاء مع وصفات أخرى.